امبارح بعد الفيديو بتاع الباشمهندس احمد ابو زيد في واحد من المتابعين كشفني وكشف ان انا بهبت وقال لي نصا انت بتهبد. اولا هو ما سحبش فلوس من البنك، هو استلمهم من ويسترن يونيون، يعني حاجه كده زي حواله والفلوس على كذا مره. ثانيا هو اكيد خاف يودعهم في البنك، كان المبلغ لو احتاجهم مش ياخدهم مره واحده فاحتفظ بيهم في البيت. طيب نشوف انا بهبد ولا ما بهبتش في الجزئيه دي بالتحديد. نشوف انا قلت ايه، ونشوف كمان المحامي بتاع الباشمهندس احمد طلع قال ايه، ونشوف انا بهبد ولا ما بهبتش. بتحول على البنك هم عارفين الدولارات منين، وهو اصلا يعني حسب ما بيقال ان هو راح سحب فلوسه من البنك، او هو اصلا هيسحبها منين؟ ما هي الفلوس بتتحول من بره على البنك، امال بتتحول فين؟ صباح الجوجل بتيجي تحويلات شباك لويسترن يونيون، فانا بستلمها بايدي واخدها في جيبي للبيت. زي ما شفتوا انا قلت ان الفلوس بتيجي على حساب البنك وانه ملهاش طريق غير البنك، والمحامي طلع قال ان الفلوس بتيجي على ويسترن يونيون او على حساب البنك حواله. تمام، انا بقى كده ابقى بهبد ولا بهبدش؟ تبقى بتهبد يا عمرو. لا يا حبيبي انا بهبدش، لان في شهر 8 سنه 2020 جوجل اعلنت ان هي هتوقف تحويل الاموال للدول العربيه ودول الشرق الاوسط عن طريق ويسترن يونيون. جبت الكلام ده منين يا عم عمرو؟ جبته من جوجل، وتعالوا نقراه. ده اللي قدامكم ده الويب سايت بتاع الجوجل ادسنس، والجوجل ادسنس ده هو البلاتفورم او المنصه او الويب سايت اللي انت بتربط قناه اليوتيوب بتاعك عليه، علشان هو الموقع ده او حسابك على الموقع ده هو اللي هتيجي عليه الفلوس فتتحول لك على الويسترن يونيون زي ما انت بتقول. الموقع ده ناشر ايه؟ بينشروا فيه الرسائل بتاع الدعم الفني لليوتيوبرز والناس اللي بيجي لهم ارباح من اليوتيوب ايا كان المنصه اللي هم شغالين عليها تابعه لشركه جوجل. في 11/8/2020 نشروا الرساله دي. قايلين ايه يا جماعه في الرساله؟ قايلين ويسترن يونيون will no longer be available when choosing your form of payment. يعني الاختيار بتاع ويسترن يونيون ما عادش هيبقى موجود لما تيجي تختار طريقة الدفع بتاعتك. تمام؟ نقرا الرسالة. As of 10 August 2020 you will no longer be able to select Western Union as a new form of payment. We recommend that publishers currently using Western Union switch to another available payment method before payments through Western Union stop in early 2021. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتاريخ 10 اغسطس 2020 ويسترن يونيون مش هتبقى موجودة ضمن اختيارات الدفع بتاع حساب جوجل ادسنس. الاختيار اصلا مش هيبقى موجود، واحنا بنوصي الناس البابلشرز الناشرين اللي بيستخدموا دلوقتي حسابات ويسترن يونيون ان هم يعملوا سويتش، يغيروا يبدلوا طريقة دفع اخرى قبل ما الدفعات اللي متحولة على ويسترن يونيون تتوقف في بداية عام 2021. معناه ايه يا محترم الكلام ده؟ انه بداية من عام 2021 جوجل ما بتحولش ارباح اليوتيوب على حساب ويسترن يونيون. يبقى 2021 2022 2023 2024 الاربع سنين هم بقى لنا 4 سنين جوجل ما بتحولش فلوس اليوتيوب لحساب ويسترن يونيون. مفيش حاجه اسمها الفلوس بتتحول على ويسترن يونيون حواله. انا مش بهبد، انت اللي بتهبد. معنى كده ان قبل 2021 كان في، لو هو كان بيحاول على ويسترن كان في اصالات، ايوه قبل 2021 كان في ويسترن يونيون، لكن النهارده مفيش ويسترن يونيون. من امتى؟ من 2021. عشان كده انا قلت في الفيديو ان الفلوس بتتحول على حساب البنك، ما بتتحولش حواله. وعلى فكره ما بتتحولش الفلوس على حساب البنك يعني كحوال، لا، انت بتدخل رقم حساب، بتدخل سويفت كود، بتدخل بيانات حساب بنكي كامله، مش بتروح بالبطاقه تقول لهم انا ليا فلوس تاخد فلوسك وتمشي. عارفين المشكله ايه؟ ان انا قلت في الفيديو مرارا وتكرارا ان مصدر فلوس احمد ابو زيد مش مشكله. احمد ما عندوش مشكله في مصدر فلوس، والناس مصره ان انا طالع اهاجمه. انا مش بهاجمه ولا حاجه، انا لما قريت بيان وزاره الداخليه هو ده البيان ده معناه ايه؟ معناه 1 2 3 بس. انا قلت لك ان معنى البيان كذا، انما ما قلتلكش ان انا كنت معاهم وهم بيعدوا الفلوس وكنت معاهم وهم بيسحبوها. انا ما قلتش كده، وشرحت لكم عمليه الفلوس دي بتمشي ازاي. ان انت تتعامل مع مبالغ كبيره العمليه دي بتمشي ازاي، سواء في عمليات شراء او حاجه، او ان انت عشان تبدل الفلوس. بس وبعدين خدوا بالكم من حاجه، احمد يبقى عنده امتى مشكله في الفلوس؟ لما يبقى التهمه الموجهه له من اين لك هذا، وقتها بقى ده يبقى اسمه غسيل اموال. ان انت معاك فلوس غير معلومه المصدر، من اين لك هذا؟ يا اما من تجاره غير مشروعه يا غسيل اموال. احمد ما عندوش المشكله دي، احمد مش هي دي التهمه اللي موجهه له اصلا. اما الجزئيه بتاعت ان سبب احتفاظه بالفلوس في البيت انه عشان لما يحتاج المبلغ مش هيعرف يسحبه مره واحده، فانا معاك في الحكايه ديت، لان في احيانا كتير حدود لسحب العمله الاجنبيه. وعشان كده انا قلت ان الراجل ممكن يكون واخد الفلوس علشان يحطها تحت البلاط، وده حقه
وقلت برضو في الفيديو انه مفيش قانون بيعاقب على ان المواطن يحتفظ بالنقد الاجنبي في البيت. انا ما غلطتش، انتوا اللي بتسمعوا يعني انت بتسمع الجزء اللي على مزاجك، والجزء اللي الكلام فيه ما يعجبكش تبدا تهاجم على طول. لكن تدي لنفسك فرصه ان انت تدور حتى تشوف الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش، تشوف عمليات الاموال دي بتتم ازاي. لا. وعلى فكره خلوا بالكم من حاجه، ان انت ممكن يبقى مصدر الدولار ده شرعي وبرضه تتسال السؤال بتاع من اين لك هذا؟ ليه؟ انت دلوقتي المصدر الدخل بتاعك بالدولار، تمام؟ رحت اشتريت عربيه ثمنها 10 مليون جنيه، تمام؟ جميل، ما انت معاك ال 10 مليون جنيه دولارات. من اين لك بقى ال 10 مليون جنيه؟ بالدولارات. ايوه ماشي، حولت الدولارات لجنيهات فين؟ معاك الايصال بتاع شركه الصرافه اللي انت حولت منها الدولارات لجنيهات، معاك ما يثبت من البنك سواء على حركه الحساب او في الورق في البنك رحت بنفسك حولت فلوس الدولارات ل 10 مليون جنيه، معاك الكلام ده. طب لو انت ما معكش الصرافه وما معكش اللي ما يثبت من البنك ان انت حولت الدولارات عن طريق البنك، يبقى انت حولت الدولارات عن طريق مين؟ ما هو انت اكيد ما عندكش مكنه في البيت بتطبع الجنيهات، يبقى انت حولت الدولارات عن طريق السوق السوداء. اتمنى الناس تدي لنفسها فرصه. انا مش بهاجم الراجل، انا نفسي الراجل ده يطلع وياخد فلوسه كمان، لان انا شايف ان هو راجل محترم. انا نفسي يطلع وياخد فلوسه كمان، لكن انا بشرح لك الوضع، انا بقول لك الصوره عامله ازاي وايه الحقائق اللي فيها اللي انا اعرفها، سواء كان عن تحويل الارباح او التعامل مع مبالغ ماليه كبيره او اللي انا قلته في الفيديو اللي فات والفيديو ده، مش اكتر من كده. سلام عليكم.